السلام عليكم. عندي تعليق بسيط بس على الناس اللي لسه بتحسب الدولار بعملة بلدها. يعني لو انت من مصر بتحسب دولار، الدولار بقى ب 70 جنيه، وانت بتعمل لو مثلا هتعمل 100 جنيه 100 دولار في اليوم، في الشهر ب 30 دولار، بيعملوا 210 الف جنيه في الشهر. ده مبلغ كبير قوي، ولسه ناس بتكلمني انا ممكن اشتغل واعمل وردتين وثلاثه. يا جماعه الكلام ده كله هاري ملوش اي لازمه. الدولار في امريكا هنا، الدولار زي الجنيه او زي القرش كمان. على سبيل المثال ازازه الميه دي بقت ب 2 دولار. 2 دولار بقين خلصوا. هتحتاج على الغدا 2 3 عشان تولع الاكل. هتحتاج كام واحده في اليوم من دي ب 2 دولار. فغير المواصلات، لو هتحط بنزين في عربيتك عشان تملى تانك البنزين اساسا محتاج، في نيويورك محتاج 90 دولار او 80 دولار عشان تملى تانك البنزين. وبتكلم عن عربيه مش قديمه قوي ولا جديده قوي، لان البنزين بيختلف درجاته. فلسه الناس اللي بتحسب دي ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش تحسب الدولار. الدولار في امريكا زي القرش، ما فيش حاجه بدولار دلوقتي. ما فيش حاجه بدولار دلوقتي، كل حاجه زادت وغليت. فالناس اللي بتحسب دي ما ينفعش تحسب بقى في حاله واحده، انك هتشتغل في امريكا هنا وتعمل فلوس وتطير على مصر كل يوم وترجع تاني الصبح سوبرمان يعني. ف فدي ده بيعمل مبلغ وبيتحوش وبيعمل. ده الكلام ده ملوش اي لازمه، ملوش اي. الجنيه في مصر بيعمل ايه؟ ولا حاجة. الدولار هنا ولا حاجة، الدولار زي الجنيه. لا اتعلم لما أكون في أي بلد أوروبية أو في أمريكا، سعر الدولار أو الجنيه في في إنجلترا أو في أمريكا أو في كل الكلام ده بسعر جوه. لو هتحسب لسه هتحسب أنت في ناس هنا من مصر أعرفها لسه بتحسب الدولار هيتحول بكذا، وأنا أكلت ب 20 دولار، يعني ب 140 جنيه فطار بس. لو هتحسبها كده هتنزل، مش هتعيش في امريكا، ولا هتشرب ولا هتاكل ولا هتلبس ولا هتعيش زي الهوملس شحات. ف... فنبطل، المفروض عقليتنا تختلف شويه. لان الفيديو اللي فات واحد بعت لي رساله بيقول لي انت بتاكل بس سندوتش فلافل وفراخ ب 15 دولار، يعني حسبهم بالمصري. لا، مفيش الكلام ده كله. عشان تفطر هنا اقل حاجه 15 دولار و20 دولار و30 دولار، غير الغدا والعشاء والكلام ده كله. يعني انت مثلا هتعمل 100 دولار في اليوم، ممكن في اليوم بس، أنا بتكلم على اكلك ومواصلاتك والكلام ده كله، ممكن تصرف 60 دولار في اليوم. هتقول لك ده بقى 40 دولار. لا، ما انت في ضرائب اخر السنه، وفي سكن، وفي لو عندك اطفال مدارس، وفي هدوم عايز تجيبها، وفي كهرباء وغاز وميه ونور وانتقالات وحاجات كتير، حاجات كتير كتير كتير. فعاليتنا المنتاليتي، على رأي اللاعب الخلوق محمد صلاح، المنتاليتي عندنا بتختلف. المفروض المنتاليتي تختلف. دي بس الكلمة، لأن في ناس بعتت لي ده 15 دولار والدولار بيعمل كام وليه بتاخد كده وما تصرفش. هعيش في أمريكا عشان أنا كده مطول في أمريكا، عشان أنا بقالي فوق داخل على 15 سنة. في ناس كتير جت في امريكا واعرفها وكان جايه بعديه وما نفعتش ومشيت، بقت بتحسب وبتعمل وما بتعيش واتبهدلت. ولما خسرت كل حاجه ما نفعتش تعيش في امريكا، ما نفعتش انها تعيش في امريكا. فتيجي البلد اللي انت هتسافر، البلد اللي انت فيها، تعيش زي ما الناس عايشه. يعني الصرف هيبقى بالمعقول، مش هقول مثلا انك تبقى مبذر او تبقى قاند على نفسك، في المعقول يعني. وبرضه تحوش حاجات للإمرجنسي، للطوارئ، في مثلا تروح مستشفى عيالك، حاجات ما تعرفش أي حاجة طارئة ممكن تحصل. فدي النقطة دي، نبطل نحسب الدولار بسعر بلدنا. الدولار في أمريكا يعني دولار بس، هي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.